بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الاخبار رجاله؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. خلاص احنا داخلين على العيد. الفيديو ان شاء الله هينزل قبل العيد، النهارده يوم 15 اهو، بس انا هنزله قبل العيد يعني ابسط يا عم. عيدت عليك. المهم ان شاء الله النهارده هنتكلم عن فاير بيز ام سي بي، وهنتست مع كودكس. لان انا واخد بالي مفيش ناس كتير قوي بتتكلم عن كودكس، هي المقارنات كلها الناس بتقول كلود، طب كرسر، طب المودلز الصيني، طيب جيميناي. طب يا رجاله كودكس فين في الموضوع؟ يعني في كودكس انا بجربه بقالي فتره، داخل في الشهرين. حاجه جامده. بس ده مش الكور فيديو. الكور فيديو النهارده ان شاء الله هيكون عن فاير بيز ام سي بي، هعرفك ازاي ما تعملش اي حاجه في فاير بيز بايدك. ده بجد. انا عملته في بروجكت انا كنت شغال عليه. دخلت هو، يعني بعيدا عن الكودينج، هو طبعا عمل الكود كله، شال الكود بس حته بقى ان هو يخش. انا كريت له بس البروجكت، وهو دخل عمل انيبل للسيرفيسز. تمام، وراح جاب كل الفايلات اللي انا محتاجها، وسيت اب، عمل سيت اب للبروجكت، وربط الدنيا مع بعضها، وكريت الفايلات، وجاب الاي دي ايز وحطها هنا، وعمل كل حاجه. وانا دخلت بس تيست. انا وقتها كنت محتاج كريشلاتكس اناليتكس وفاير بيز اب ديستريبيوشن، حاجات كتير. المهم هو خلص الحوار وانا دخلت تيست وراه. ده بعيدا عن الكودينج. فانا دلوقتي هوريك حته الفاير بيز ام سي بي نفسها، هنتستها سوا. انا حتى كنت شغال عليها بص من يومين، فزي ما انت شايف السكرين، فتعالى ايه، نجرب سوا. انا عملت سيت اب للفاير بيز بروجكت. تمام، وهنجربه دلوقتي ان شاء الله مع الام سي بي. فتعالى كده نقفل الفيديو ونبدا نركز اكتر في السكرين. بص يا باشا، بسم الله. ماشي، تعالى كده. انا المفروض فين الام سي بي؟ هقول لك ازاي بتسيت اب الام سي بي من الام سي بي سيتنجز هنا. اوبن ام سي بي سيتنجز. تمام، باي ديفولت مش هتلاقي فاير بيز، بس انا عامله كاستم سيرفر. تمام، بتعمله كده. يعني بص، خد كام ثانيه كده، انقل فيه اللي مكتوب، ده وده وده وده. على فكره انت لو بتسيطب في اي حاجه تانية، نفس الارجيومنتس، نفس الداتا، يعني انت مفيش اي حاجه تختلف. بس ده بالنسبه للكودكس يعني. حلو. حلو. ماشي، دلوقتي انا عامل السيت اب بتاع الام سي بي. فتعالى ايه، نشتغل بكودكس. انا مش هتكلم عن كودكس دلوقتي، ممكن نعمل له فيديو مختلف، بس دلوقتي انا زي ما قلت لك بتكلم عن الفاير بيز ام سي بي. فانا دلوقتي بساله وات بروجكتس، ايه البروجكتات اللي موجوده على فاير بيز اكونت. حلو، تعال نشوف هيقول ايه. تعال بس نشوف الفاير بيز اكونت هنا او البروجكت. ما فيهوش غير بروجكت واحد انا لسه مكريته، اسمه تيست فاير بيز ام سي بي كودكس. تعالى كده نتفرج. ولا سحر ولا شعوذه. وجاب لك الايميل كمان اللي انا عامل بيه، رغم ان في 3 ايميلات تانيين شغال بيهم، بس ده الايميل اللي انا عامل له اوثنتيكيت عشان ده اشتغل بيه دلوقتي. وده البروجكت اللي عليه. حلو. حلو. طيب احنا دلوقتي عايزين نربط البروجكت مع فاير بيز. جميل جميل. تعال نقول له set up this project with Firebase for مثلا تعال نقول له فلاتر، بما اننا فاتحين بروجكت فلاتر. هنقول له بقى ايه، اي او اس. تعالى ايه، نجيب كلمة اندرويد، ما بعرفش اكتبها. هي بتتكتب ازاي اندرويد؟ بص احنا تعالى نكتبها له. اندرويد. تقريبا كده. بحط ايه. تمام، فاعتقد كده كتبتها صح. انا قلت له سيت اب البروجكت لفاير بيس فور فلاتر، وحطيت له بين قوسين اي او اس اندرويد، عشان بس يفوكس على الاثنين دول، ما يروحش بقى يعمل لي ماك ويندوز، لا دول. يعني انا كنت كتبت له اي او اس واندرويد، هيعملها الاي او اس واندرويد نيتيف. فانا حددت له فلاتر. المهم، انت كفيديو انت ممكن تمشي ورا اي حاجه، يعني مش لازم فلاتر، انت ممكن تمشي معاها في اي حاجه. تروح بقى تسيت اب اندرويد نيتيف، اي او اس نيتيف، ماك او اس، ويندوز، ويب. هتخترع بلاتفورم جديده تشتغل عليها يا باشا، هيدوس معاك. تعالى كده نشوف هيعمل ايه. تمام، تعالى. بس تعالى اقول لك، تعالى نسينا حاجه. using Firebase MCP. تعالى نتفرج هو هيعمل ايه. انا لو حسيت ان البروسيس بتاعته بتطول، انا هبوظ الفيديو وارجع اوريك الريزلت بتاعته، عشان بس ايه، ما اضيعش وقتك. لان انا خدت بالي الفيديوهات بتاعتي بتطول، وانا ما بحبش يعني عشان ما حدش يزهق. بس اكيد في ناس بتحب تشوف الفيديوهات الطويله، بس ايه فاهم، عايزين نراضي الكل. فلو حسيته بيطول هبوظ يعني.
خلص يا عم على كسيف قدام الناس. ده صباحه عنب خالص. طب بص، تعالى كده، فشاك جديد، هنوجع دماغنا ليه؟ بالمناسبة كودكس تقدر تجربه من على الكوماند لاين، تعمل له سيت اب وتستخدمه على الكوماند لاين على طول زي كلود. يعني كلود كنت جربت التيرمينال بتاعهم، كنت جربت الجي يو اي، تمام، الاتنين حلوين. كودكس نفس الحوار برضه. طيب هو هنا هيعمل الكلام ده. بص انا من الاحسن ابوظ واجي لك، فانتظرني، هبقى اوريك كده البروسيس ماشيه ازاي. ماشي، بص يا باشا، هو قاعد يعمل شويه كونفيجريشنز في الكود بتاعي كفلاتر. بس بص هنا، انا ما عملتش اي حاجه. هتقول لي احمد راح عمل لما عمل بوز للهود، يا عم جرب يا عم، يعني انت خسران حاجه؟ يعني هي جت على دي يا عم، جرب يا عم. ما عملتش حاجه والله، هو اللي عمل كل حاجه، تمام، وخلص كل حاجه لوحده، وانا ما عملتش اي حاجه. اهو بص، اهو cold firebase update environment tool from firebase MCP، انا ما عملتش اي حاجه. اهو بص، ده الفايل اللي اهو، الاي دي، الاب اي دي، وجاب كل حاجه لوحده، الاي او اس واندرويد، انا ما عملتش اي حاجه. الراجل زي الفل اهو، خلص الحوار. طبعا انا ممكن اطول الفيديو واقعد بقى اخليه يجرب السيرفيسز المختلفه، تمام، زي ما انا كنت عامل كاننا شغالين على ريال بروجكت. بس انا وصلت لك الفكره الاساسيه، مش عايز اطول الفيديو، زي ما قلت لك انت ممكن تجربه وتعيش يا باشا، اعمل معاه كل اللي نفسك فيه. بس للامانه عشان اكون صادق معاك، هو يعمل كل حاجه، بس في بعض الحاجات انت محتاج تعمل لها انيبل بايدك. الحاجات اللي محتاجه تضغط كده تعمل انيبل، ممكن تضغط تعمل انيبل وهو هيكمل بقيه الشغل، تمام. تمام. لو مكسل، يعني انت حتى دي عايز تعملها اوتوميت ومكسل تضغط تعمل انيبل، ممكن تدور على اي ام سي بي بيوفر لك حته الاوتوميشن في البراوزر، تقريبا اسمه كان حد قال لي بلاي رايت. تعالى كده نشوف الام سي بيز اللي عندي، تقريبا انا كنت منزله تقريبا. المهم ده اوتوميشن هيعمل لك شغل اوتوميشن على البراوزر اهو، تمام، بس انا ما جربتوش الصراحه. بس انت ممكن تشوف حاجه تانية، اي حاجه تعمل لك اوتوميشن على البراوزر، تخش هو بقى يضغط لك على الزرار. لو انت مكسل تخش تضغط على الزرار، يعني الراجل شكورا خلص لك السيت اب اللي انت كنت ممكن تقعد تعمل فيه ربع ساعه ولا حاجه ولا تلت ساعه. فهو الراجل خلاص خلص لك الحوار وخلص لي الدنيا كلها. انا كان المفروض اسيت اب البروجكت واربط مع فاير بيز واخلص الدنيا واعمل بقى كراشلاتكس واناليتكس وبرفورمانس دي سيرفيس اللي على فاير بيز واب ديستريبيوشن. الحوار ده ما خدش في ايدي بالفاير بيز ام سي بي مع كودكس، ما خدش في ايدي تقريبا، مش عايز اقول تلت ساعه، انا ما حسبتش، بس هو ما خدش في ايدي حاجه. يعني انا لو رحت عملت الحاجات دي كلها مانوال هتاخد مني وقت، وانت كده عارف ان هي بتاخد وقت. حلو ان انت تكتب الكود وتعمل كل الحاجات دي، انت عارف انها بتاخد وقت، هو عمال اهو بيظبطها على اي او اس انفو بلس، تمام، فانت عارف ان الحاجات دي بتاخد وقت، فهو يا باشا خلص لك الحوار بس. فانا هبوظ خليه لغايه ما يخلص الشغل بتاعه، هوريك الدنيا في الاخر هو عمل ايه، تمام، وبعدين هقفل الفيديو على كده ان شاء الله. اعتقد كده يعني في الثانيه اللي احنا واقفين فيها دلوقتي هو اصلا كده الفيديو خلص. فانت لو عايز توقف على كده يا باشا كتر خيرك. المهم كده اوصل لك معلومه اللي انا عايز اوصلها لك. حابب تشوف لغايه الاخر الريزلت مفيش اي مشاكل، فاستاذنك هعمل بوز وراجع لك. فين يا عم البتاع؟ تعالى يا عم اوريك العظمه اللي هو عملها. هو خلاص خلص الشغل، دي الفايلات اللي هو عملها، ممكن نبقى نريفيو الفايلات. انا حاسس ان الكام ثانيه اللي فاتوا كنت عمال بتكلم بسرعه، فقلت ايه اهدي الريتم بتاعي شويه، تمام. فتعالى كده نشوف الحاجات اللي هو عملها. دي اخر حاجه كنا وقفنا فيها،
تمام. هو خلاص الدنيا كلها عدل كل الحاجات. تمام. زي ما قلنا الابلكيشنز شغاله هنا زي الفل وجميله، ظهرت. يعني هو عمل سيت اب هنا، فخلاص يعني انا وصلت لك الفكره زي ما انا قلت لك من شويه. ماشي، انت عندك هنا بص، هو عمل فاير بيس سيت اب، عملوا الاندرويد اي او اس يوزنج فاير بيس ام سي بي. وبص بيقول لك هنا عمل كل الكلام ده، وعمل ريجستر الفاير بيس ابلكيشن على اندرويد وعلى اي او اس، ودي كمان الاي دي بتاعتهم. تعالى كده نفيريفاي الدنيا. انت عندك هنا اخره 179. تمام. تمام. انا ما استخدمش فاير بيس كتير. اه، حلو يا باشا. عظمه. ده كده عظمه جدا كمان. ماشي، وبقول لك اد اندرويد فاير بيس كونفيج فايل. ماشي، و اد اي او اس فاير بيس كونفيج فايل انيبل جوجل سيرفيسز. ماشي. ماشي، ده في الكور عشان بعد كده لما تحب انت تستخدم السيرفيسز الموجوده. وعمل له انشالايز كمان. وظبط لك الدنيا. يعني انت مستني ايه تاني؟ يعني هي كده الدنيا تمام. ولا فاير كريتد فايل ستور كونفيج رولز. لا، ده الجدع معاك يا عم، عمل لك فاير بيس كونفيج رولز كمان. لان احنا في الاول ما حددناهوش، ما قلنالوش انت خلي بالك احنا الفيوتشر ورك مثلا هنشتغل في كذا وكذا وكذا، فهو فاهم. بيجود من عنده. على فكره كمان تقدر في الفاير ستور تقدر ان هو فعلا يسيت الرولز هنا. تمام. بيعملها عادي في الفاير ستور. زي ما قلت لك السيرفيسز اللي أنا كنت شغال عليها كانت الاناليتكس. كان هو ربط الدنيا كلها واستخدمها. مسك عمل سيرفيس كنت انا قايل له يعملها ابستراكت، ويبدا ان هو يعمل الامبلمنتيشن بتاعها ويربطها مع الراوتس وكل الكلام ده عمل. ده كودكس، ده الكابابيلتيز بتاعت كودكس انا بوريها لك. كفاير بيز ام سي بي بقى هو ظبط الدنيا، ربط كل حاجه يعني. بس يا باشا ده كده الفيديو اللذيذ بتاعنا النهارده. وريتك الفاير بيز ام سي بي شغال ازاي، ووريتك ازاي السيت اب عندك سريع كده. هو الموضوع بسيط ما فيهوش اي حاجه. تمام. لو حابب نرن البروجكت، تعالى نرن البروجكت نشوفه سوا على ما نكمل كلامنا. بس وكودكس يا رجاله جامد. ما فيش ناس كتير بتتكلم عليه، بس خلي بالك كودكس جامد. وده من رأيي الشخصي يعني، انا مشترك في البرو وجامد. الليميتيشنز حد بتاعته بتتجدد كل 5 ساعات زي كلود، وعامل لك ليميتيشن اسبوعيه. فالموضوع جميل يستاهل التجربه. بعيدا عن كورسر، كورسر الفتره الاخيره بقيت بحس ان هو بيتغابى، مش عارف ليه. فانا بقيت بلجأ لكودكس اكتر من كورسر، من الاخر يعني. فثواني الابلكيشن يرن وهرجع لك تاني ان شاء الله، وبعدين نختم الفيديو. ماشي يا باشا، الابلكيشن اشتغل. هو حتى بص كاتب لك ايه يا عم الراجل. ده راجل موجب معانا يا جدعان. بس انا حتى ممكن نضيف حته ان انا اخليه يعمل اناليتكس ويظبطها عشان اتاكد انها اشتغلت. بس يعني انا وانت عارفين ان هو بص، ما دام البتاع اتعمل له سيت اب والفاير بيز عرف الابلكيشنز بتاعتي وعرف الاي دي بتاع الابلكيشن الباكج نيم وكل الكلام ده، وكان عندك نفس الاي دي هنا هو هنا. بس انا كده وصلت لك انا فاير بيز ام سي بي يقدر يعمل ايه. تمام. بس وانتظروني الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.